مشهد ديال الاحتجاج الحضاري، الجماهير رجوية لبسوا اللون الأسود وبدعوا في كلاش عالمي. مونديلا الصغير، المستعمرة الإفريقية الوحيدة المتبقية هي أورانيا. شكون هي أورانيا؟ وشنو رد فعل الإعلام الجنوب الإفريقي على كلاش الرجويين؟ وشنو هي فضائح حفيد مانديلا صديق الجزائريين اللي حضر للشان وسماو تيران جديد على جدو مانديلا؟ أسيدي، النظام العسكري الجزائري بكل غباء استغل حدث رياضي اللي هو حفل افتتاح الشان باش يمرر رسائله السياسية الخبيثة. نضوا العسكر جابوا الحفيد ديال مانديلا ونصبوه ناطق رسمي ديال الكبرانات وحرضوه على مهاجمة المغرب عبر تصريحات مستفزة تدعو للعنف والحروب. الأمر اللي فجر موجة غضب كبيرة في المغرب والوطن العربي، وحتى المسؤولين ديال الكاف ما عجبهمش الحال واستنكروا إقحام تصريحات سياسية أثناء حفل رياضي، وهو ما لا يعكس وجهات نظر جهاز الكاف. تحزمت القرعة بالفقوس وقالت ليه اجي نقطعوا الواد. تقارير إعلامية كشفت أن حفيد مانديلا كان متورط في عدة قضايا متعلقة بالمتاجرة في الرفاه ديال نيلسون مانديلا واستغلاله للشهرة ديال جدو للاسترزاق بشتى الطرق. والفضائح ديالو كثيرة ومتنوعة، حيث كانت أولها هي اغتصاب فتاة مراهقة في مرحاض أحد المطاعم بجوهانسبورغ في جنوب إفريقيا. Accusé de viol sur une mineure de 15 ans, Mbuso Mandela, le petit-fils du héros de la lutte anti-apartheid, a été libéré sous caution à l'issue de 10 jours de détention préventive. والفضيحة الكبرى هي أن ابنة نيلسون مانديلا نفسها رفعت دعوى قضائية ضده كتهمه بسرقة إرث ديال الأب ديالها نيلسون مانديلا، وكتقول أنه لا يمثل عائلة مانديلا لأنه ليس ابنا شرعيا حسب قولها. المهم، مانديلا الصغير بعد ما سخن جيابه بدولارات النفط الجزائري نزل التيران وبدا كيتكلم على الصحراء المغربية ودعا الجماهير الجزائرية إلى حمل السلاح ضد المغرب من أجل تحريرها. Let us fight to free Western Sahara from oppression. مانديلا الصغير قال أن الصحراء المغربية آخر مستعمرة إفريقية، ولكن نسى بلي آخر مستعمرة إفريقية بحقيقة الأمر ما كيناش في جنوب المغرب، وإنما هي أورانيا وكاينة في بلادو جنوب إفريقيا. إيوا هذه هي ديال الجمل ما كيشوفش حدبتو، كيشوف غير حدبة خوه. أورانيا هي مدينة صغيرة كتواجد وسط جنوب إفريقيا، كيسكنوها غير البيض اللي تم طردهم من منازلهم بعد عودة نيلسون مانديلا واستلام مقاليد الحكم، وبالرغم من ما يقارب من 3 عقود اللي مرات على نهاية حكم الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا، وبالرغم من شعارات نهاية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، إلا أن البيض صبحوا كيعانيوا من قلة الأمن، الشيء اللي جعلهم يبنيوا مدينة جديدة سموها أورانيا وعندها علم خاص بها، وبداو كيطالبوا باستقلالهم على جنوب إفريقيا على أساس أن دستورها كيكفل حق تقرير المصير. إوا كان الله في عونكم. المهم أن نرجعوا للجماهير الرجوية اللي أبدعت بطريقة حضارية في الرد على تصريحات حفيد نيلسون مانديلا، بحيث رفعت جماهير الرجاء خلال المباراة ديالهم ضد نادي مولودية وجدة لافتة كبيرة تكتب عليها باللغة الإنجليزية: مانديلا الصغير، المستعمرة الإفريقية الوحيدة المتبقية هي أورانيا، بحيث لقى هذا الرد إشادة كبيرة بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء وبمواقع التواصل الاجتماعي ووصلت للعالمية، وحتى الإعلام الجنوب الإفريقي علق عليها، بحيث انتقد الجنوب إفريقيون التدخل في شؤون الآخرين، محذرين من أن مواصلة هذه السياسة غادي تكلف بلادهم الثمن غاليا، ودعا مواطنو هذا البلد المقسم اللي مازال كيعيش على إرث العنصرية إلى تنظيف البيت الداخلي أولا قبل التفكير في إصلاح وحل مشاكل الآخرين. الشيء اللي كنتمناو الجميع يتصفوا به، كذلك جماهير الجارة الجزائر اللي تم زرع السموم في قلوبهم بحيث ولاو غير حالين فمهم. وحاجة أخرى، ملي تبغيو تساندوا فلسطين ما تجيبوش واحد فاسد بحال مانديلا الصغير يتكلم في التفاهات اللي نتوما عارفين الحقيقة ديالها وانتوما حالين فمكم. ها كيفاش كيحتاج الجمهور راقي. اسمع وتمتع، أغنية رجاوي فلسطيني.
هنا بغيت نقول برافو وتحية كبيرة للجماهير الرجوية اللي ديما كتكون واقفة في القضايا الكبرى اللي كتدافع على الوحدة الترابية، بحيث واخا يغنيو في بلادي ظلموني وقهرتونا بالحباس غير حيت غيورين على بلادهم وما عمرهم يفوتوها. الله، الوطن، الملك، والصحراء مغربية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.